عليكم يا جماعة، ازيكم؟ طبعا انا عارفة اني مادام بعمل فيديو المفروض انه انا اطلع فيه بوشي. بس الفكرة اني فكرت في حاجة كده. افتكرت ان انا زمان كنت بحب جدا جدا اسمع الاذاعة، وكنت بحب الحواديت قوي بتاعت أبلة فضيلة للناس اللي هم من الجنريشن بتاعتي كده. كانت ست جميلة قوي بتحكي حواديت كده في الإذاعة. وكنت سمعت كومنت مرة على القصة دي، انه لما بتسمع الحاجة بتسمح لك اكتر ما بتشوفها ان انت تإيماجن تفاصيل القصة بما يتناسب مع شخصيتك انت. يعني فور اكزامبل لما كانت أبلة فضيلة بتحكي حدوتة عن بغبغان مثلا، عن أرنب، عن مش عارفة ايه، وكنا احنا واحنا أطفال كل واحد بيتخيل صورة الأرنب بطريقته. يعني ممكن أنا أتخيله لونه أبيض وغيري يشوفه لونه رمادي، وده يتخيله أرنب صغير والتاني يلاقيه أرنب مثلا حجمه مش عارف عامل ازاي. ف فمش عارفة، حسيت ان انا عايزة اسجل التip بتاعت الفيديو ده، بس فويس. وحد هيقول لي طيب ممكن ليه ما عملتيش بودكاست؟ هقول لكم عشان انا ما بعرفش اتعامل مع الميديا خالص، وهممني جدا انه لما اسجله فيديو اعرف احطه على يوتيوب. فلو عملت بودكاست دي شغلانة خرافية بالنسبة لي عشان احولها لحاجة تنفع تتحط على يوتيوب. ده انا اصلا لحد دلوقتي ما بعرفش استخدم انستجرام. بس that's why I thought of انه why not اني اسجل voice بس على شكل فيديو عشان simply اعرف احطه على يوتيوب. التip بتاعت النهاردة، انا عملت سيريز كده للناس اللي متابعين الاكاونت بتاعي على فيسبوك او على لينكد ان. سيريز اسمها قوقعة ستيب، فيها tips كلها جاية من life experiences، ممكن تكون حصلت معايا انا شخصيا او حصلت مع ناس من اللي بشتغل معاهم. بس I thought ان هي هتبقى حاجة لطيفة if I share the experience عشان الناس تتعلم ويعلموا بعض. ف today's tip عايزة اتكلم فيها عن الثقة بالنفس. الناس اللي بتتصيد انها تهز ثقتك بنفسك في وقت محدد جدا، وهو ان انت لما تيجي تتكلم عن خطأ انت وقعت فيه. ساعات كتير انت بتبقى عايز تتكلم عن الخطأ ده عشان تخلي غيرك ياخد باله انه ما يوقعش في نفس الفكرة دي. المشكلة انا مش عايزة ابقى اسميها مشكلة قوي لان هي بتبقى حاجة احنا بنتعلم منها. فهو موقف انت بتبقى عايز تلحق غيرك انه ما يوقعش في الموقف ده، او لو حصل الموقف وتكرر معاه يبقى عارف هو يتصرف ازاي. مش لازم يكوبي بالظبط انت بتعمل ايه، بس هيحط طبعا هيمبروفايز ويحط شخصيته في رد الفعل ويعرف يهندله. بس بيبقى عنده وعي مسبقا انه لو حصل لي كذا اعرف اهندل ده. فانت بتبقى اتكلمت عن الموضوع ده عشان تعلم غيرك ازاي يهندل موقف مشابه، او بتبقى عايز يعني يبقى في شوية فخر بنفسك من ان انت بتقول الله انا تخطيت موقف زي كده ومش مكسوف ان انا اتكلم عنه، او ان انا اقول ان انا غلطت في كذا كذا عشان انا عايزة اقول انه الخطأ ده سمح لي اني انا اتعلم 1 2 3. طيب، وممكن يكون في اسباب تانية بتخليك تتكلم عن اخطاء معينة عدت عليك في حياتك انت عملتها. في ناس بقى بتيجي في الموقف ده وتتصيد القصة دي ويبتدوا يتريقوا عليك فيه ويقللوا من قدرك، وتسمع منهم جمل اللي هو معقول يطلع منك انت كده، او مثلا اللي هو احنا برضو قلنا كده، ما هو مش معقول انت بيرفكت، يعني ما هو مش معقول انت ما بتغلطش. ما هو في ساعات بتسمع جمل زي دي، وبعدين لما تيجي تتكلم معاهم او يبقى في نظرة اللي هو ايه الرد ده، يقولك لا انا اصلا كنت بهزر، انت قلبت الموضوع جد كده ليه؟ ولما يسيبك ويمشي يحسسك بالذنب، اللي هو انا فعلا كبرت الموضوع، هو كان بيهزر وانا اللي سنسيتيف بزيادة فخدت رد الفعل ده واتخضيت او اتكسفت او احرجت. انا عايزة اقولك انه بليز لما يحصل معاك موقف زي ده ويبقى الرد ده هو اللي انت بتسمعه من الناس، انا عايزة اقولك انه حاجة غريبة شوية،
بس continue talking about your mistake، يعني كمل كلام عن خطأك ده. ولو حتى حبيت ان انت تتكلم عن خطأ تاني مشابه انت وقعت فيه، اتكلم عنه. يعني ما تهربش وتديله ظهرك وتمشي، لا بالعكس، خليك واقف مكانك وواجه، عشان يبقى فعلا انت بتحافظ على ثقتك بنفسك، وفعلا بتثبت انه الخطأ ده مش مسبب لك اي ازعاج دلوقتي. بالعكس، ده انا بتكلم عنه عشان هو عدى عليا وانا اتعلمت منه، وانا حابب اساعدكم بيه انه تعرفوا ازاي تهندلوا لو عدى عليكم موقف مشابه. لكن الف بقى واديله ظهري واتكسف واحرج وابقى مش عايز اقعد في الجروب اللي انا كنت بتكلم فيها، لا 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 خالص خالص. احنا لازم نبقى واثقين من نفسنا انه الخطأ اللي انت وقعت فيه هو مادام انت جاتلك القدرة انك تتكلم عنه وتذكره قدام الناس، مادام هو اعوذ بالله حاجة مش وحشة ومحتاجة ان انت تسترها كأنها زي فضيحة مثلا، لا، انا مش بتكلم عشان افضح نفسي، انا بتكلم عشان انا عايز الناس تتعلم، وعشان اثبت لنفسي انه انا كاني بسقف لنفسي كده، انا شاطر، انا عديت من الغلط ده، انا اتعلمت منه كذا كذا. فما تسمحش الكلمتين زي دول من حد هو مش واثق في نفسه كفايه. وعايزه اقول لك كمان انه بيبقى احساسه اللي هو تعبان من ثقتك انت بنفسك، هو متضايق من كتر ثقتك انت بنفسك، مش عارف يبقى مع نفسه زي ما انت مرتاح مع نفسك كده وبتتكلم عن اخطائك بمنتهى البساطة وان انت اتعلمت منها ومش مكسوف تتكلم عنها. فلما يكون حد، يعني احنا عايزين نقول انه خليه يصعب علينا اكتر ما نتضايق منه انه لما يقول كده، عشان نقدر احنا نبقى ثابتين مكاننا، وفي نفس الوقت احنا هنشوفه شخص ضعيف محتاج مساعدة، مش شخص عايز، حتى لو هو نيته انه عايز يأذينا او يحرجنا، انا بالنسبة لي هبقى شايفاه شخص ضعيف محتاج مساعدة، لانه مش قادر يرتقي بثقته بنفسه للليفل اللي انت وصلت ليه. فانا هبقى شايفاه كأنه حد انا محتاجة I give him a hand. Thank you for listening. وقولوا لي any comments لو في مواقف عدت عليكم زي دي.